السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة بقى روتين كده معاكم. حاجات كده مشتريات من السوق، بطاطس وفلفل وبصل ومشتريات، يعني حبيت اوريها لكم يعني وكده، وبتنجان اهوت. وهعمل بقى معاكم ان شاء الله روتين اللي انا عملته النهارده في البيت وكده. عملنا بقى اي حاجة كده مترتب على القلب في الجو الحر ده وايه وعملت الغدا كمان معاكم. تابعوني بقى في الفيديو بتاعي، وان شاء الله يعجبكم روتيني كده اللي انا بشارككم فيه معايا يعني. وما تنسوش بقى لاول مره يشوف قناتي بقى ان هو يشترك في القناه ويبقى من عيلتي الجميله، وربنا يخليكم يا رب ليا، وتعملوا لي لايك حلو كده منكم وتشاهدوا الفيديو بتاعي. حبيت كده اشارككم زي ما قلت لكم المشتريات بتاعتي. وصراحه يا جماعه الخضار غالي في السوق يعني وكده، والبصل برضو سعره غالي وكده. نخش بقى معانا على اول حاجه عملتها للعيال، حاجه ساقعه كده. عملت لهم جيلي زي ما انتم شايفين كده. انا معايا هو جيلي دريم. في تلات تذاكر يعني وكده. العلبه ديت ماشي، كل تذكره منهم هستخدم لها كوبايه من الميه. بصوا كمان انا هعمل الجيلي ومش هحط عليه سكر خالص، هكتفي بالنسبة السكر اللي موجودة فيه. عشان بصراحة يعني ايه، السكر ده ما بقاش حاجة صحية يعني. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعود نفسي وولادي، وياريت كلنا ايه نمشي حياتنا كده، عشان السكر ده بقى خطر على صحتنا واحنا اصلا مناعتنا بقت ضعيفة بعد كورونا وكده يعني. زي ما انتم شايفين كده هو الحال اهوت، وحطيت فيها قدامكم 3 كوبايات كده من المية، وهسيبهم كده يغلوا غلوة. وهفضي بقى فيهم الجيلي بتاعي واقلبه كده بالمضرب اليدوي معايا. وزي ما قلت لكم انا مش هستخدم سكر خالص. انا هكتفي بنسبة السكر اللي موجودة في الجيلي نفسه. وعلى فكرة والله طعمه حلو وهيبقى جميل يعني وكده، وهتبقوا متقبلينه يعني. لو انتوا متعودين تعملوه بسكر، لو انتوا بقى متعودين تعملوه عادي زي ما انا بعمله كده، تمام كده كويس جدا، برافو عليكم. المفروض يعني احنا نحاول نعيش حياتنا كده يعني. تمام. وزي ما حطينا بقى 3 كوبايات من المية كده، وغليناهم على البوتاجاز وكده، نكون برضو مجهزين في حدود ايه 3 كوبايات. بس الكوباية التالتة ايه نخليها ناقصة شوية، مية بقى ساقعة من التلاجة او من الحنفية. بس الجيلي ده سهل جدا وما فيهوش اي حاجة، يعني عمايله بسيطة قوي قوي. بس كده، وهن ايه نقلبه كده وندوب الجيلي في المية بتاعتنا. واول ما نحس ان هو داب ننزل بقى ايه بالمية الباردة. وطبعا سخن الوقت هيبقى سخن يعني، ننزل بقى بالمية الباردة من الحنفية او من التلاجة عادي. الاتنين تمام يعني. وبعد كده بقى هنغرفه بقى في ايه، في اطباق، في كوبايات، في اي حاجة عندكم انتوا حابين تغرفوا فيها، ونسيبه بقى يبرد خالص. ولما يبرد خالص بقى هنحطه في التلاجة ونسيبه في التلاجة كام ساعة كده، ونطلع بقى ناكل منه. وانا عامله لكم ايه كل الخطوات بتاعته في الفيديو هنا. طريقة سهلة جدا وبسيطة، لو حد يعني لسه مش عارف يعمله او كده يعني. ده روتين انا مشاركاه معاكم. طبعا احنا يعني كلنا بنتعلم من بعض وانا عارفة ان ما شاء الله كل الناس شاطرة وبتعمل احسن حاجة. وده برضو ايه روتين بسيط حبيت اشارككم. انتوا عارفين بقى في الغلا اللي احنا فيه ده، الواحد بيحاول على قد ما يقدر ان هو يمشي بيته بأقل الامكانيات يعني، على قد ما يقدر، ويفرح ولاده برضو كده. بس كده. زي ما انتم شايفين اهوت، انا قلبت بقى اول ما لقيت الجيلي كده داب كده في الميه. هحط بقى 3 كوبايات اهوت من الميه. الكوبايه الثالثه حطها ناقصه شويه، عشان ايه انا عايزاه يمسك على طول يعني، ما ياخدش وقت معايا ايه في التلاجة. تمام كده. بس كده. وزي ما انتم شايفين بقى خلاص هنطفي النار، وهنفرغه بقى في ايه في الاطباق بقى، في اي حاجه انتوا حابين، في كاسات، في اي حاجه حابين انتوا تفرغوا فيها يعني وكده. يا رب بقى كده يعجبكم طريقتي. وما تنسوش بقى تعملوا له لايك بقى وايه وشيلوا سبسكرايب للقناه. وبحبكم جدا يا احلى متابعين في الدنيا. اهوت هنبدا بقى افرغه كده زي ما انتم شايفين. يا رب ان شاء الله يعجبكم طريقتي. ويا رب يعجبكم الروتين بتاعي ده البسيط. ولو عجبكم بقوا يعني ايه قولوا لي في التعليقات ان هو عجبكم، وان شاء الله اعمل لكم روتينات كتيره قوي
تتبسطوا منها وكده يعني، وكلنا طبعا بنستفاد من بعض. زي ما قلت لكم بقى انا هفرغه بقى وكده، وبعد كده بقى هسيبه يهدى خالص ويبرد. مش هينفع طبعا احطه في التلاجة هو سخن كده، لازم اسيبه يبرد وبعد كده نحطه في التلاجة. بس كده زي ما انتم شايفين اهو اتفرغته كله، وهحطه بقى اسيبه يبرد وبعد كده احطه في التلاجة زي ما قلت لكم. نسيبه كده كام ساعة، 4 5 ساعات كده، هيمسك يعني وكده. وبعد كده بقى ايه، انا حطيته في التلاجة وصراحة لو هو تماسك يعني، هوريه لكم برضو في الفيديو. ما شاء الله ماسك وحلو زي الفل، مش طري ولا حاجة. وبقى بصوا بقى في الحر ده بجد يعني عايز حاجة فعلا ترطب على قلبنا. اهوت حطيته في التلاجة زي ما انتم شايفين كده اهوت. واوريهولكوا بقى وايه بعد بقى ما اطلع من التلاجة وبقى متماسك معايا. شايفين الطبق اهوت انا بقلبه زي الفل ومتماسك ومية مية خالص اهو. الجيلي جد سهل قوي قوي، والناس اللي هي طبعا ما بتحبش تاكل حاجه مسكره، هو عملناه من غير سكر وطعمه جميل قوي قوي. شايفينه؟ يا رب بقى يعجبكم طريقتي في الجيلي. وهنعمل بقى مع بعض روتين تاني، هنعمل بقى الغدا بتاعنا. هشارككم برضو النهارده عملت الغدا وهوريكم بقى عملت ايه. حاجه برضو يعني اللحوم برضو كل حاجه بس كميه بسيطه وايه وتغيير يعني وكده. ويا رب برضو يعجبكم طريقتي في الغدا بتاعنا النهارده. وما تنسوش بقى زي ما قلت لكم تشتركوا في القناه وتبقوا من عيلتي الجميله. وشكرا ليكم يا احلى متابعين في الدنيا. هنخش بقى على الغدا بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. معايا اهوت لحمه، وهنجيب حله كده ونحطها على النار. واللحمه ديت انا هسلقها عادي زي اي لحمه، ولكن بقى بعد ما نسلقها انا هحطها على صينيه بطاطس. هنشوفها دلوقتي انا عملتها ازاي، وعملتها بطريقه سهله برضو بسيطه، وما فيهاش يعني افكار كتيره ولا حاجه جديده يعني. وكمان انتوا عارفين ان الجو الحر اللي احنا فيه ده عايز اكل خفيف، فبصراحه انا عملتها بطريقه خلت الاكل خفيف، عشان الجو الحر ده بيعوز اكل ايه، يكون خفيف ما يكونش فيه نسبه دهون عاليه، عشان الواحد يعرف ياكل يعني وكده في الجو الحر ده. اللحمه هي انا كنت عطيها شطفه وحطيتها كده في الحله، هديها تشويحه. ومعايا بقى بصلايه وطماطمايه هحطهم بقى عليها. ولما اللحمه كده تتشوح معايا هنزل بقى عليها بميه يعني، واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها كده. لما تبقى بقى تستوي خالص هنكون بقى مجهزين ايه البطاطس بتاعتنا معانا. ونحط اللحمه بتاعتنا بقى على البطاطس ومن غير اي دهون، ما حطيتش والله العظيم ولا نقطه سمنه ولا نقطه زيت خالص. اكتفيت يعني وكده، اكتفيت بالدهون يعني اللي هي نازله ايه من اللحمه. تمام. والميه اللي انا حطاها على اللحمه ديت ميه انا جايباها من السخان، ما ينفعش احط ميه بارده يعني وكده عشان اللحمه تستوي معايا على طول وكده. وبس كده. وزي ما قلت لكم كده انا عملتها خفيفه وما حطيتش عليها اي دهون، عشان الجو الحر ده محتاج اكل خفيف، مش حاجه تكون يعني دسمه جامد عشان نعرف ناكل وكده. كمان الدهون برضو مش كويسة. احنا بنحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا ايه يبقى اكلنا صحي على قد ما نقدر، يعني ان هو ما يكونش فيه حاجات يعني تبقى فيه دهون، نسبة دهون عالية او سكر عالية وكده يعني. بس كده. ده روتيني النهاردة في البيت زي ما قلت لكم في تجهيز الغدا وكده. يا رب ان هو يعجبكم يا رب. وزي ما انتم شايفين كده معايا بقى الصينيه اهيت وبطاطس مقطعاها، وهحط بقى البطاطس في الصينيه وضربه طماطم في الخلاط،
وهنعمل بقى صينيه بطاطس بتاعتنا دي باللحمه. احنا طبعا اللحمه يعتبر معانا مستويه. هنحط بقى اللحمه كده على البطاطس والطماطم بتاعتنا، ونحط بقى البهارات، ملح بقى وفلفل وحبهان وورق لورا، ونقطع بصلايه كده زي ما انتوا شايفينها، قطعتها بايدي مش في كبه ولا حاجه. وبعد كده بقى هنحط اللحمه، وزي ما قلت لكم انا ما حطيتش اي دهون خالص عليها، اكتفيت بالدهون اللي هي في اللحمه نفسها، عشان انا عايزاها تبقى خفيفه كده وجوسي عشان الجو الحر ده. وهدخلها بقى الفرن كده، اول ما الاقي بقى البطاطس استوت معايا وكده خرجها. وده كان الغدا بتاعنا النهارده، سهل وبسيط. عملنا غدا حلو وجميل، وعملنا كمان حاجه كده ساقعه ومرطبه كده للولاد. وجبنا شويه مشتريات اللي وريتها لكم في الاول، خضار يعني من السوق. بس ونمشي بقى بيتنا على قد ما نقدر، على قد الامكانيات بتاعتنا وربنا يسترها معانا جميعا ان شاء الله. وهنا بقى خلاص اهوت انا حطيت الطماطم اللي انا كنت ضرباها، وهطفي بقى على اللحمه بتاعتي لان هي خلاص استوت. وهحطها كلها، افضي الحله كلها على صينيه البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بس ودي كانت بقى يا حبايبي طريقه صينيه البطاطس اللي انا عملتها. يعني ما فيهاش ولا اي افتكاسات ولا اي حاجه جديده وخلاص كده. وهدخلها بقى الفرن كده زي ما قلت لكم. هسيبها بقى ايه لحد البطاطس ما تستوي معايا. انا كده كده اللحمه مستويه الحمد لله، وما حطيتش عليها اي دهون زي ما قلت لكم، رشه من الملح واي بقى بهارات انتوا تحبوها تضيفوها يعني. البهارات دي حاجه اختياري، وفي ناس بتحب تبهر الحاجه كويس وتحط عليها بهارات كتير، وفي ناس ما بتحبش البهارات يعني الكتير وكده. فدي على حسب بقى رغبه كل حد بيحب ايه وكده يعني. ما تنسوش بقى بالله عليكم اللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويبقى من عيلة الجميلة، واللي ما عمليش لايك يعمل لي لايك برضو ويفرحني. ربنا يفرحكم يا رب، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم بيبسطني قوي وبيسعدني. وربنا يا رب يكرمكم ويفرحكم ويكبر بخاطركم زي ما اي حد بيكبر بخاطري. بس كده، ده كان غدانا النهارده، سهل وبسيط قوي قوي. وزي ما انتم شايفين كده حطيت اهوت في الفرن. اول بقى ما الاقي البطاطس استوت وكده خلاص بقى اطلعها كده، وكده بقى يبقى غدانا جاهز. حابين تاكلوها بقى مع عيش مع رز، احنا صراحة اكلناها مع رز يعني وكده. وبالهنا والشفا علينا، وتفضلوا معانا طبعا، تنورونا وتشرفونا والله. ودي كانت بقى ايه صينيه البطاطس بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن اهوت زي ما انتم شايفينها كده. كانت طعمها تحفه تحفه، وكانت خفيفه قوي قوي على القلب والله العظيم. خفيفه، انا كانت عجباني جدا ان هي ما فيهاش نسبه دهون ولا اي حاجه، وكانت جميله قوي قوي. بصوا انا كنت سايبه فيها شويه كده من الشوربه، ما رضيتش انا اخليها انشفها جامد، لان انا معايا اطفال وولادي ايه بيحبوا ياكلوا الحاجه ويبقى فيه شوربه كده يعني. فانا سيبت فيها شويه من الشوربه كده عشان خاطر الولاد يعني وكده، بيحبوا الشوربه وكده مع البطاطس يعني وكده. بس كده شايفين بقى اللحمه بتاعتي مستويه، بصوا ودايبه دوب كده معايا، مش عايزه اقول لكم. شايفين دايبه خالص وجميله مع الرز بجد، كانت جميله قوي. اكتر حاجه كانت عجباني فيها يعني وداخله دماغي قوي انها كانت خفيفه وما كانش فيها دهون.
يا رب بقى يعجبكم يعني الروتين بتاع النهارده. ولو عجبكم بقى روتيني شجعوني كده ان انا اعمل لكم روتينات واشارككم يومياتي وروتيناتي كده. و واتمنى منكم تعملوا لي لايك كده، وزي ما قلت لكم كومنت حلو. وشكرا ليكم يا احلى متابعين في الدنيا، وبحبكم جدا جدا. واتمنى ان شاء الله ان انا اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.